السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. منذ حوالي حضراتكم 1080 سنة دي قصتنا وده موضوعنا. هنحكي عن قصة واحد حكم مصر وهو عبد من أثيوبيا، عبد من الحبشة. تعرفوا حضراتكم إن فيه واحد عبد من الحبشة اللي هي أثيوبيا حكم مصر قرابة 23 سنة. ايه القصة وايه الحكاية يا عم ناصر؟ هقول لحضراتكم. الحكاية حضراتكم بدأت لما الخليفة العباسي محمد العباسي الراضي بالله عين محمد ابن جعفر، محمد ابن طاغج عفوا. محمد ابن طاغج ده مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر. محمد ابن طاغج ده اشترى عبد من أثيوبيا، اشتراه بمبلغ زهيد من الحبشة، وكان العبد ده أسود الوجه، شفته السفلى مقسومة نصين، وكانت رجليه يعاني في مشاكل من رجليه، كان بيمشي بالعافية. اشتراه محمد بن طاغج مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر. وهنا حضراتكم تبدأ حكايتي. محمد بن طاغج لما اشترى أبو مسك كافور، وده بطل قصتنا النهاردة، شاف فيه إخلاص وشاف فيه ذكاء وشاف فيه ثقة كبيرة، فتعين أبو مسك كافور الإخشيدي حاكما على مصر. لما توفى محمد بن طاغج الإخشيدي كان عنده ابنين، واحد اسمه أونوجور والتاني اسمه علي، كانوا صغيرين في السن، فتولى ولاية مصر بطل قصتنا النهاردة أبو مسك كافور الإخشيدي. كان عبد، ومش كان كده وبس حضراتكم، عبد كان عبد خصي، عفوا خصي يعني كانت فيها عادة سيئة إن العبيد يقوموا بإخصائهم. كان عبد خصي. تولى شؤون مصر أبو مسك كافور الإخشيدي العبد الأثيوبي الخصي حكم مصر لمدة حوالي 23 سنة، وبالتحديد من سنة 946 ميلاديا بعد ما توفى محمد بن طاغج مؤسس الدولة الإخشيدية لحد 968. أكثر من 22 سنة تولى فيهم أبو مسك كافور العبد الأثيوبي الذي حكم مصر أكثر من 23 سنة. والغريب هنا حضراتكم بيقول لك أن أبو مسك كافور الإخشيدي العبد الأثيوبي الخصي هذا قام بأعمال جيدة واستطاع أنه يقضي على أطماع الفاطميين، وتوسعت الدولة في عصره، وكان سبب في بقاء الدولة الإخشيدية. واحد يسألني ويقول لي يعني إيه إخشيدية؟ بقول لحضراتكم إن الخليفة أبو العباس الراضي بالله لما شاف إن محمد بن طاغج بيقوم بمهامه بشكل ممتاز أعطاه لقب إخشيد. إخشيد هذه ليست عيلة، وإنما لقب فارسي يمنح زي رتبة مارشال، خديوي، لقب باشا، هذه ألقاب. إخشيد هذا لقب منحه الخليفة أبو العباس الراضي بالله لمحمد بن طاغج. ومحمد محمد بن طاغج كان عنده العبد بتاعه اللي هو أبو مسك كافور، ده بطل قصتنا النهارده، اتعين والي على مصر لأن أبناء محمد بن طاغج كانوا صغيرين. أبو مسك كافور الإخشيدي أثيوبي الأصل، عبد حكم مصر 23 سنة. العبد الخصي الذي حكم مصر 23 سنة. كانت مصر في زمانه متقدمة ومزدهرة وفيها أمن وفيها استقرار. دي معلومة تاريخية حضراتكم حبيت أعرفكم مين العبد الأثيوبي الحبشي اللي حكم مصر أكثر من 22 سنة. هو أبو مسك كافور الإخشيدي. حكم مصر من سنة 946 بعد وفاة محمد بن طاغج حتى 968. حكمها بالولاية، حكمها لأن أبناء محمد بن طاغج كانوا صغيرين، وحكمها رسمي لمدة عامين. لكن كان يتولى شؤون الحكم في مصر العبد الحبشي الخصي أبو مسك كافور الإخشيدي 23 سنة. دي معلومة خفيفة ظريفة حبيت أوضحها لحضراتكم في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقانا في فيديو جديد إن شاء الله.